بين خش معك محفوظ نقول لك عني لا تتميل على الحافظ تقول عني عدد شخاص. لا انا ما عدد شخاص. انا قلت انا هاي الاسره ما حتى من اسمها والله يتم ينزاد وينزاد وتم تنطعن وتطعن وتم ما ينزاد ولين تطرطقوا وما فيكم حد قد يصد لي انا مباشره يقول لي كلمه خاسره. وما حد كلهم يتخيطوا. انا تخطاطكم مو مهم عندي. لكنكم مريض امراض القلوب. اي حد منكم فيه مرض القلوب يدور يشوف يسمع قصه الشيخه يدور ينطعن والله يسمع عن حد عنده الفضل يدور ينطعن. السلام عليكم ورحمه الله. انتم اصحابكم شماسين يا شباب، صلوا على رسول الله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وخبطوا لايك الفيديو وخلوني نرد رد بسيط جدا على الفنان احمد دوله وعاقب هذا نخليكم مع الكلام اللي قال عني انا والحافظ واللوبت. اول روايه نبغى نقولها لكم، نبغى نقول لكم على هذا الفنان اللي قال له احمد دوله هو افضل فنان موريتاني بالنسبه لي انا من ناحيه الاخلاق والاحترام، فتبارك الله ما شاء الله. هذا الشخص انا قط اجبر لي فرصه كان يقد يقول لي فيها الكلام الخاسر ولا قالوا لي محترمني ومقدرني وانا محترمه ومقدره ودايره فوق راسي. تعرفوا بعض انتم القضيه ذيك اللي ثرت انا ذيك الساعه عن يقاون ووصل عليهم وكذا. احمد دوله ما قال ليش خاسر مع انه يقاون كاملين قاموا علي وعليه. احمد دوله محترمني وانا محترمه ومقدره جزاه الله بخير. احمد قال على انه ما ظلم الحافظ وانا قايل لك انك ظلمت الحافظ لان الحافظ ما اسمك اسم اسرته للشيخيه. احمد عود عارف على انك ما عندك الحق في الدافع يكون عن نفسك والله عن شريحتك فقط. مادة ثانية قمت تدافع عنها، انت هون ظلمت لك الشخص اللي طرت عليه. الحافظ ما قال كلمة خاسرة اهلا اياه، واهلا اياه هم اللي عاقب ذاك اذا قلت لهم عرضوا انفسهم لذا اهلا اياه. مادة تبذر والله تبارك وتعالى يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. واهلا اياه مسرفين والله تبارك وتعالى يقول ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. معناها على الهجان احنا شايفين عليهم مسألتين، واحدة يقولون ان مصدر اموالهم شنهي يا امس كانوا فقراء اليوم اغنياء. هي روايه ما هي طبيعيه. عاقب ذاك هم اللي يخلوا عنهم التبذير والاسراف به اللي هذا مولانا حرمه ولا يجوز في بلد كيف موريتاني نسبه الفقراء انت عندي انك تعرفها ولا يحتاج نقولها لك. قضيه ان حاسدينهم وكذا وكذا. احمد دوله انت صراحه اكبر من هذا. اهلا اياه هذا اللي نحسدوا عليه شنو. احنا ما حسدنا الناس اللي اغنى منهم هم والبو عمات ولا الويقظ ولا الناس اللي عند الفضل تبارك الله ما حسدناهم. حاسدين عليا خلي عنك شماشي يا اخي. الله ان شاء الله يغنيك عنه لا اياه. انت يا اخي فتبارك الله ما شاء الله عندك بيانو وخباط لا تعرف من الخبيط ما يعرف هو رقاش. اوحل يا اخي في خبيط البيانو هاك وخلي عنك الدفاع عنه لا اياه. اهلا اياه يجبروا مده تدافع عنهم ما انت. عندهم مدونين قد اكثر من الحشيش، مدون النمجاط ومدون العزه ومدون الطالب بويا ومدون كذا. خلي ذوك يدافعوا عنهم، انت ما يطلق تدافع عنهم نهائيا. دافع عن راسك وعن شريحتك وذيك الساعه ما يقدر يقول لك كلمه خاسره. ايوه توبه اسمحوا لي يا شباب طولت عليكم. بارك الله خلوكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمه الله. هذه رساله ماشيه او الاشخاص محفوظ اللي في السعوديه والحافظ اللي في امريكا. اولا نختار نقول للجميع عني لا تكبروني عني قلت شي خاص لحد انا ما نقول شي خاص للناس ما نظلم لا نصب رواقز ولا نشتم الناس. كلامي مطروح واللي نقولوا قدام الجميع ونقولوا قدام رقاش ما نقول وراها. اولا انت هاي الرسالة اللي نتكلم عن هلت اشياء. الاول منهم محفوظ اللي في السعودية نختار نمشي لك جواب قلت. والاخرى الصيد الاخر اسمه الحافظ. والاخرى الخطاطة. هاو المسائل اللي نتكلم عنهم اللي هم اللي نعود قاعد شي شاطر بين الكلام يكثر حتى الناس يسمع ما تصنت له لكن اللي يسمع شوي يتخطى. اولا قاعد انت محفوظ انا اخويا ما يعني بون انا ما نظلم كاع ما نسمع حد. لعل تشك كلامك حسب كلامك عني قايل شي خاسر وعن عني انا خاطئ والحافظ هو اللي قايل شي صالح. بون وذا كله رايه ذاك رايك انت. انا ما قايل شي خاسر لا لك انت ولا لحد اخر ولا للحافظ ولا يجي لقاش. انا حد الناس صحت لقاش ما يسب خيمه ولا يشتم مده. انا ما معقول انا عند الراي فهلي قال لهم شي خاسر وانا ما شاء الله متابعيني ان شاء الله هيه بيهم ونعود ساكت نخلي لقاش اخر يشتم مده ما تصح.
ايش قال مادة مهدي؟ رأي واحدين فهم يكتبوا عني منافق وعني ما يعنيني كاع. انا كان ما يعنيني ما ندخل فيه، انا الشيء ما يعنيني ما ندخل فيه. انا نتكلم عن ولاد شغل، نتكلم عنه يقاون نعر على ملتهم. والله رواية فيها حقرة حدهم يقول للشيخ خاسر، والله مولي حد مهدي يسمع حد دائما نتكلم ولين نقول مولي لا شيء محترم لا شيء متكايس، كلامي نتر ونجيب كياسه من الاول. حد جاني بكياسه نجيب الكياسه، وحد جاني بالعنف انا مولي ماني خايف من العنف. هذا هو حقيقتي. لين نخش معك محفوظ نقول لك عني لا تتميل على الحافظ وتقول عني عدد شخاص. لا انا ما عدد شخاص، انا قلت انا هاي الاسره ما حتى من اسمها ولاني كاذب. هاي خيمه ما فيكم حد يعرف فيها الشيخ خاسر، ولا هون حد في موريتانيا قليل حد في موريتانيا ما يعرف فيها الشيخ صالح. ما انا عنكم سبكم لها ما هي زينه، ما هون حد يعرف يسبها. وعن باب فضلتها منين جايه والله ما يعني حد منكم انتم. بيدي هذا معطى مولانا يعطيه لكل لعباده. تشوف واحد عنده مبار وذاك الشخص مقتنع بالمبار، وواحد داره زينه وذاك الشخص مقتنع بالدفر، يعني الاقتناع. انا ساكن في مبار نقتنع بالمبار الساكن فيه، لا حكم عندي قصر بيدي طاه لي مولانا، وذاك الثاني مولانا غفر انا حامدولو. دا طاني قصر حامدولو، طاني مبار حامدولو، ولا في حد يقير من الاخر. انا شفت بعض الاشخاص هون ياسر الاكثريه منهم كلهم منطعن على الشيخ هيا عندهم فوضى، انطعنوا طردقوا الصحه لهم فوضتهم، والصحه ذاك الاخر اللي عنده الفوضى. من باب عنكم انتم تتسولوا تساؤلات نحن نختار نعرف منين جايه، ما تعنيكم ما تعني حد. ايش فيكم انتم؟ واحدين يطعنوا يحروا يقوموا يخيطوا يكتبوا. والله مشيت اكثر رساله المحفوظ على بعد تفهمني تفهم غلط. انا ما نقول خاص ولا علم، وحد ما اللي لم يجاوبوا اللي ماني خايف من حد ما مجلي، وحد اسمه لي ندور نتكلم عنه ندور نجاوبه. انا سمعتني وحد راد عن راسه، اراه قاعد راد عن راسه يدور يجاوب عن راسه. قال هاي الجماعه ما تختار تخش معاكم الامور ولا تختار تلحق معاكم كلمتك. وعنده الخلق اللي ما شاء الله متابعين وياسرين وكل حد قد يجاوب عنهم، ما يحتاجوا قاعد يجاوبوكم هما، ولو قاعد متلاحقين معاكم يمرد شطالهم ولا والصحه لهم الله يزيدهم. الله يتموا ينزادوا ويتموا تنطعنوا ويتموا ما ينزادوا لين تطرطقوا. تبارك راني خاش اخبار السيد الاخر يقول الحافظ انا لا حد نصحته ومزت ناصفه انه يتصل مع شتم الواقيج ويتصل مع هاي الاسره يخليها عنه ما له بيه شيء. هو جابوا مولانا من قبيله متعدله ولا تقول خاسر. انا طلعوا لي بعد قراباء له وكلهم يقولوا لا سمحونا لا اسمح لنا ولا هذا الشيء رادوا علينا مولانا بلاد مذوع لا ما شكل حد يسميه. احنا ما كنت تسمعونا قلنا شي حد. وهو هلوم راقوا يرد عن راس العافيه ما اسمع لهم. انا حد قاع ما اسمع له قاع مو مهم. والشخص يسب الناس عنده مرض قلب مرض القلوب، وحد يخليه واحد من مرض القلوب وتوب مرض القلوب حد تم يطلبهم لا الهدايه اهلوا قلوبهم. والقبيله اللي انتمى له هو ما يعرف حد فيه شيء خاص. انا والله اللي باصحابي منهم اللي نعرف فيهم ما نعرف فيهم كلمه خاصه، ولا كلهم نعرفوا الشيخ والشرنخ وكلهم نعرفوا متعدل وكلهم نعرف يمثل قبيلته. وهو ما بيمثل قبيلته يختار يقعد يتكلم عن راسه كانه واجيه، ولا يعرف عن اللي يبقى عاقبه الاجيال القادمه ولا اولاده ولا زين كاع. انا انه ياسر من اولاد عمو متبرعين منه كاع، وانا حتى كاع متبرعين منه هلو كاع انا ما جاوبه. كافيين نقولوا على الراس والعافيه يتصل مع الشيخ هيا شوف. برك نتكلم عن الخطاطه انا انتم نعرفكم ان شاء الله. برك تكتبوا واحد وخيرت ونين نعود الصبح تكتبوا له ورخصت تعجبوه. ما فيكم حد قد يصد لي انا مباشره يقول لي كلمه خاسره، وما حد كلهم يتخيطوا. انا تخطاطكم مو مهم عندي، لا كلكم مريض امراض القلوب. اي حد منكم فيه مرض القلوب يدور يشوف يسمع قصه الشيخ يدور ينطعن، والله يسمع عن حد عنده الفضل يدور ينطعن. وحد منكم فيه مرض القلوب لا يطلب له حد من الهدايه ولا هو مهم، لكن خلق كامل. التوبه تحيه من لكم كاملين، لا نختار حد يشوف علي شيء. وطالب مولانا الهدايه كاملين، وطالب مولانا النصر والتيسير لاخوتي كاملين، طالب مولانا مولي لقينا لكم انتم تستراحوا وتهدوا. يقنيك انت الحافظ ان شاء الله من ذاك درداش وذيك التنافير، ويقنيك انت مولي محفوظ ان شاء الله من ذاك بر الواحد فيه استبال الفضاء، ويقني مولي هاو الخطاطه كل ما يجبر الفضاء كانوا استراحوا
والعاطي شي مولانا هذه مد اعطيه طاه لهم مولانا ذاك الطه ولا عندكم فيهش ما عند حد فيش وكل حد مولانا تعرف كل حد اعطيه روايه مقدر رواقيش ذاك دارو زينه ذاك مبارو عاد يقالوا يفر مش بالاقتناع كل حد مقتنع باللي اعطيه للجلي الذي لا اله غيره واستسمحوا مني كاملين وانا بعد ما نقول كلمه خاصه لحد ولا نسمي لحد ولا لحد يقير ما نبقى حد اسمي حد مهدي نصح جميع اخوتي يطرسهم العافيه وكلهم يوحد براسهم عن الموت ماشي الليل والنهار وخيركم وخيرت من وخاست وانا ماشي هذا جميع اخوتي وحد ما اللي يقول كفر شايف عليا شي مرضين في صدري انا نقول لا كلمه الحق فصل خيرت فيكم كاملين. قلت عليكم هو انا مستلاقايل عند الناس في طراس العالم ما عمرني كنت بزر ما يقدر يقول شيء لحد مهلي يكتمونا بها وقال عنه اهله الخلق متبرع منه قالوا عنه عيب العلماء وعيب كل حد واهل الفيسبوك ما يتبعهم حد مره يقول لك وخيرت ولا يقول لك والخست هم وصل اللي وارد فيهم النفاق بكلمات جبر واحد ما قال لك مرحبا وخيرت هو راه قال لك شيء نجبر واحدين يعودوا كاتبين لي كومنتير قايلين لي شي خاسر وهم وقت يقول مرحبا الفنان شحالك ما يورطوا هم اللي وارد فيهم النفاق حمشوا الناس ودايقون بين الخلق ويدوروا المشاكل ويدايقون بين الخلق ودليلك عليه انك انت تطرح ايه من القران ولا تطرح لقاجي يطرحهم عليه ولا تطرح روايه تابعه للدين ما يعلقوا عليهم وهو الناس اللي وخرت بها هم الناس اللي تضايق الخلق مع هذوك يدوروا لها المشاكل وخلصوا كاع صباحتي درت شهور معلقوا على كلامي ياسم التعليق وروايات الاخرين عادي ذاك فر ولا يورطوني نجبر واحد منهم يقوم ينافق لي انا ما يورطوني وتو وللشيخ الله يغنيهم عن ذاك ويمونكم يعتنهم على كامل ويمونكم ويمونك ذاك اللي متمونك ويمونك جميع المسلمين وانتم امراض القلوب يا به طرطقوا موتوا بكم القيرة شتوا كتبوا لا يبقى شي ما قلتوه انا واحد ممكن ما يقول شي خاصه قدامي التخطيط مهم عندي ونطلبكم من اللي معايا في نفس الوقت الهدايه